بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اذكروا الله يا حبايب قلبي ذكرا كثيرا، انا بذكر الله تطمئن القلوب. صلى على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بتوحشوني يا حبايب قلبي كتير. النهارده بقى هنعمل روتين من البيت، يا رب ينال اعجابكم وتستفيدوا منه. النهارده حبايب قلبي هوريكم مشتريات اللي انا اشتريتها. الاسعار حاجة صعبة جدا، الاسعار حاجة بجد فقط الاحتمال. بس يا حبايب قلبي ثواني اظبط الكاميرا وارجع لكم. بس يا حبايب قلبي مبدئيا ربنا كرمني وكنت قابضة جمعية كده، خدت منها مبلغ صغير على قدر الإمكان، قلت أجيب بيه حاجات للبيت، لأن طبعا البيت ما يستغناش عن البقوليات والمكرونة والرز والزيت والحاجات دي. فالأسعار طبعا زي ما انتوا عارفين في الدنيا كلها، الأسعار كل يوم في زيادة، كل يوم في زيادة. خدت الفلوس ونزلت بقى. مبدئيا جبت ايه؟ حبة مكرونة. جه يا حبايب قلبي مكرونة قلم، جبت منها اللهم صل على النبي 3 شنط في كيلو ونص. قلت نعمل مكرونة بقوطة، نعمل مكرونة بالبشاميل اللي ما بتضرش. جبت لسان عصفور، جبت 2 كيلو، بس جبت كل نص لوحده. علشان ايه بقى؟ نعمل على طول، ما طلعش بقى، ما اضطرش اخد من الكيس. الكيس يبقى نص كيلو على قد عاملة مرة على مرة واحدة. العدس يا حبايب قلبي اللي كان ب18 جنيه، العدس وصل 45 جنيه. جبت كيلو عدس اربع، كل ربع كيلو لوحده. بحب يا بنات اقول له يديني الحاجة ده. كيس لوبيا، ودي فاصوليا. جبت كيلو فاصوليا او كيلو ربع فاصوليا، حاجة زي كده، برضو اربع، كل ربع لوحده. بحب اجيب يا بنات اقول له يوزن لي كل حاجة لوحدها علشان اخد الكيس على طول، ما اضطرش اخد منه. وده فيجيتار، كيس فيجيت جبت كيلو فيجيتار حار. انا كنت هجيب اكتر من كده، بس قال لي لو قعد اكتر من كده هيبوظ. هنروح نرصهم في المطبخ مع بعض و... ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. بص يا حبايب قلبي، انا جبت زيت. الزيت والله العظيم الراجل بيعه قدامي بكام؟ بيعه قدامي الازازة اللي هي 75 ملي، مش كيلو. بيعه قدامي ب35 جنيه. تاني يوم قلت اجيب كام ازازة كده احطهم في البيت، اشيلهم كده ما يضروش. ودي اكياس جبتها لاني بخزن فيها صلصة، بخزن فيها ان اجيب حبة عصير كده، فاكهة كده نعملها عصير ان شاء الله في رمضان. جايبة حبة مانجا ان شاء الله هنخزنهم مع بعض. بنخزن صلصة، بنخزن يعني ما بتضرش اكياس دي في البيت. والله يا بنات الراجل بايع قدامي ازازة الزيت ب35 جنيه زي ما قلت لكم. تاني يوم رحت اجيب منه اقول له اديني 4 ازايز، قال لي ب37 جنيه. يعني بيعها قدامي الساعة 12 بالليل، انا رحت له الساعة 3:30 العصر، قال لي ب37 جنيه. ده انت لسه بايعها قدامي ب35. قال لي والله زادت. يعني يا بنات ما كملتش الازازة 12 ساعة الوقت، وزاد. جبنا حبة توابل بقى، جبنا كمون، وجبنا بابريكا، وجبنا كركم، على اللي هو الليمون. جبت فلفل اسمر صحيح، ده الكركم فيه اللي هو الليمون، ده اللي هو الليمون اللي هو الاسود. نعمل بحبة رز بسمتي، لسه ما جبتش، بس ان شاء الله ربنا يصلح الحال ونجيب. كنت وصلت لحد هنا حبايب قلبي في الفيديو. وده فلفل اسمر صحي، ده كزبرة صحيحة برضو. يا ريت يا حبايب قلبي ما تنسونيش في اللايك والشير، تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنزله. يا ريت يا حبايب قلبي لو اول مره تشرفيني في قناتي
يعجبك محتوى القناة، ونحاول بعد كده إن شاء الله نعمل مع بعضينا روتينات من البيت. يا رب الفيديو ينال إعجابكم وتستفيدوا منه.